ليه مصريين كتير في أمريكا مضغوطين ماديًا؟ لو حاسس إنك مضغوط ماديًا ومش عارف فين المشكلة، شوف الفيديو ده للآخر. أولًا، البداية من الصفر. كتير مننا وصل أمريكا إيد ورا وإيد قدام، وكان مطلوب منك تبتدي حياة جديدة، وأنت ممكن يكون سنك معدى ال40 أصلًا. دي لوحدها مشكلة كبيرة أصلًا. كل ده من غير شبكات دعم، من غير مدخرات، ومصاريف البداية بتروح بسرعة. إيجار، عربية، أوراق، تأمين، وده بيخلق ضغط كبير. تانيًا، ضعف ثقافة الادخار والاستثمار. في بلدنا بنحب نعيش اللحظة. هنا لو ما اتعلمتش نوفر حتى مبلغ طوارئ بسيط، أي أزمة صغيرة، مرض أو ضرر للعربية، ممكن تقلب كل حساباتك. ثالثا، المعيشة المرفهة بأكبر من الإمكانيات. لما تيجي أمريكا بتلاقي كل حاجة متاحة، أكل لذيذ، منتجات، خدمات، ووسائل التواصل بتخلينا نشوف ناس عايشة لايف ستايل عالي، فبتلاقي نفسك بتصرف زيهم من غير ما تحس. وطبعا ده بيكون بالكريدت، وفجأة تلاقي نفسك مديون. قبل ما نكمل، شكرا لكل اللي بيعمل لايك وبيكتب كومنتات. تفاعلكم هو اللي بيخلينا نكمل ونجيب مواضيع تفيدكم. رابعا، دعم أهلنا في الوطن وتحويل الفلوس. كتير بنبعت فلوس لأهلنا، حاجة محترمة وطبيعية، لكن لو من غير حساب هتلاقي نفسك بتعاني. خامسا، الشغل غير مستقر أو بدوام جزئي. وظائف أوبر، دليفري ساعات بتتغير، ومفيش دخل ثابت كفاية لتخطيط المستقبل. سادسا، تكلفة الرعاية الصحية والتأمين والضرائب. في أمريكا المصاريف الطبية ممكن تدمر ميزانيتك لو ما عندكش تأمين كويس. الضرائب والتأمين والأجور بتاخد جزء كبير من الدخل الفعلي. سابعا، ضعف المعرفة المالية والديون. ناس كتير ما تعرفش تقرأ عقود القروض، نسبة الفايدة، أو تحط ميزانية، فبتدخل في ديون وتدفع فوائد تخنقها. طيب والحل؟ اعمل ميزانية بسيطة، حاول تبني صندوق طوارئ حتى بمبلغ صغير، وأتعلم قاعدة تدفع كاش مش تقسيط. في النهاية، قولوا لنا بتسمعونا منين، وشاركونا إيه أحسن طريقة بتشوفها لتفادي الضغط المادي. لو الفيديو عجبك، دوس لايك وسبسكرايب عشان نوصل لعدد أكبر من الناس اللي الكلام ده ممكن يفيدهم. سلام.